حضر زيزو بالامس في نادي الزمالك. احد من وسائل الاعلام المصري اعتقد اجرى معه لقاء، على علم على ان زيزو يكون في نادي الاهلي، يكون في نادي الزمالك موجود في التدريبات. كيف ان هاي الوسيله او القناه المعينه عرفت بتواجد زيزو فقط؟ ليش لا، هذه هو بالذات بص يعني؟ كابتن عبد الله، انا هقول لك هو الموضوع اكيد تم بالتنسيق مع هذه القناه من غير ما اذكر اسمها، ومع الاعلامي اللي بعت المراسل بتاعه يخبط على زجاج سياره زيزو ويقول له كابتن لو سمحت، وعمل معاه يمكن لقاء لا يتعدى الاربع كلمات. هذا الامر كان مدبرا، وذهب زيزو الى نادي الزمالك ولم يخطر اي شخص في نادي الزمالك. فوجئ امن نادي الزمالك بقناه فضائيه واقفه في الشارع قدام البوابه والعديد من المراسلين. تمثيليه هاي؟ انا شايفها مسرحيه. مسرحيه؟ نعم مسرحيه. آه. فالامن بقى يستغرب، الناس دي متواجده ليه؟ فيه ايه؟ ما حدش عارف حاجه. وطبعا لما زيزو جاب عربيته الامن استقبله استقبال على اعلى مستوى، حتى الاعضاء رحبوا بيه. دخل غرفه الملابس، غير ملابسه ونزل الملعب اتمرن. واتمرن على فكره التمرين كان تحت اشراف بسيرو، لانه غايب بقى له 24 يوم، ما ينفعش يدخل مع المجموعه لان الزمالك عنده مباراه بكره مع البنك الاهلي، مباراه مهمه جدا. فاتدرب تقريبا مع الجفالي ومع الونش، لان كانوا بيعملوا تدريبات منفرده معينه حتى يستعيد لياقته البدنيه. فانت رجعتنا كده لنقطه ثانيه، يعني اللي هي يعني بسرعه انت بس. بتقول لي نادي الزمالك زيزو دخل النادي من فتره. كان الخلوق والمحترم الاستاذ اشرف عبد العزيز محامي زيزو كان بيطالب بتوفير الحمايه حمايه لزيزو، كامله. حتى يستطيع دخول نادي الزمالك. انا بقول له زيزو راح النادي اهو من غير ما يخطر حد، ولقى كل الترحاب، الامور ولقى طيبه. الامور طيبه، ولقى الامن على اعلى مستوى. وعايز اقول لحضرتك على حاجه كابتن عبد الله، نادي الزمالك بيئه امنه، النادي الاهلي بيئه امنه، طبعا. جميع مؤسساتنا مصر الرياضيه بشكل داخل عام يعني. مصر مؤسسات امنه، نعم. مصر بلد الامن والامان. فانا بصراحه انا عاتب شديد جدا على الاستاذ اشرف عبد العزيز انه طلب هذا الطلب او صرح هذا التصريح، نعم. لان في لجنه الاخلاق في الفيفا بتمنع التشهير بالانديه، وهذا يعتبر تشهير بنادي الزمالك. ومن هذا المنبر الاعلامي انا اكن كل الاحترام نعم. للاستاذ اشرف عبد العزيز ولزيزو. دعني اكمل حديثي لو تكرمت. اطالب الاستاذ اشرف عبد العزيز بان يتقدم باعتذار رسمي لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك ووزاره الشباب والرياضه، المظله التي يعمل من خلالها نادي الزمالك ونادي الاهلي وجميع الانديه المصريه. وكلمه اخيره في هذا الشان: نادي الزمالك نادي امن، نادي الاهلي نادي امن، جميع المؤسسات الرياضيه في مصر صحيح. امنه، مصر بلد الامن والامان. طيب زيد.